ألف مبروك لنادي ريال مدريد. النهاردة فاز على يوفنتوس الإيطالي في ماتش رائع جميل. كلنا شفنا الجون دلوقتي بتاع جينيور وهو بيرقص وبيعدي من ناحية الشمال. ومع الأسف الكورة لو كانت كملت وجت جون كانت تبقى أحلى وأحلى، بس العارضة تعاطفت مع الحارس يوفنتوس بس ما كملتش فرحته لأنها كانت جون بمتابعة نجم ريال مدريد بلينجهام. كلنا شفنا ريال مدريد السنة دي متألق قوي ولاعيبته مركزة خالص عكس السنة اللي فاتت، كان في دروب كبير في مستواه. لكن ريال مدريد زي ما احنا عارفين ان هو بيرجع بسرعة وبيعالج الاخطاء اللي عنده. والفكر الجديد اللي ماشي بيه ريال مدريد كمان هيفرق كتير قوي معاه، لان هو عايز يعمل الاستثمار الخارجي، بمعنى ان هو يدخل رجال اعمال تساهم ويكون ليهم اسهم في النادي، وبكده يضمن ان هم يقدروا يجيبوا اي لاعب مهما كان ثمنه او مهما كانت قيمته، بحيث ان يبقى مفيش مشاكل من الناحية المادية عند ريال مدريد ابدا. وده برضه فكر استثماري كويس مش وحش، لان النادي برضه بيبقى عليه عبء مادي كبير، وده اللي فرق معاه السنة اللي فاتت ان هو كان محتاج صفقات كتيرة، بس الصفقات دي كانت عايزة مبالغ كبيرة، عشان كده هو ما قدرش يحقق كل اللي طلبه منه انشيلوتي. الف مبروك لنادي ريال مدريد، وان شاء الله كل الافضل والاحسن ويجيب بطولة اوروبا. شكرا لكم والسلام عليكم.